طبعا إطار فردي. بس إذا بدي أفكر بغزة وبالهدف اللي كان من الرحلة أساسا، بلاقي إنه صحيح ما وصلت المساعدات لأهالي غزة، بس بعتقد إنه الخطوة المعنوية اللي نحن عملناها، اللي هي إنه هذه الطريقة من المناورة ومن المقاومة ومحاولة الصمود، وحتى خلال التحقيق وكل هذا الموقف بحد ذاته اللي قامت فيه سفينة الأخوة، هو بحد ذاته دوز معنوية لأهالي غزة يمكن تفوق قيمتها 50 مليون طن اللي كانوا رايحين لعندهم، باستثناء طبعا وحدات الدم اللي يمكن أولمرت بحاجة لهم، بس بحاجة أكثر يوزعهم على حلفائه العرب بالسلطة وبمصر وبالأردن. بلكي بيحسوا شوي، بصير عندهم شوية دم زيادة، بيعرفوا إنه هالقد كتير خيانة كتير. كانت تجربة رائعة بالحقيقة، وأجمل شيء فيها إنه تجولنا بفلسطين المحتلة. بس بحب أقول شغلة، إنه كل العالم بتحكي عن الجبن الإسرائيلي. أكثر ما بيتصوروا هند جبنة، يعني أكثر ما بينحكى وبيعرف، لأنه احتكينا فينا نحن، فمجرد الحركة كانت مهنة تخيفهم. فكان السيد دايما يقول إنه هم أوهم من خيوط العنكبوت، لا أوهم بكتير من خيوط العنكبوت، لأنه جبن أكثر من هيك أنا مش مارق علي. إنه حتى نحن ومكلبشين ونحن ومعصبين عيوننا نتحرك بطريقة، فيقوموا هن يخافوا من أي ينقذوا وينطوا علينا 3 أو 4 يعني. فأكثر من هيك جبن ما بتخيل في عندهم، وخاصة كوننا لبنانية يعني. رأى وزير الاتصالات جبران باسيل أن ما يجري في قضية